السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة يوميات نهاد. اخيرا غادي نشوفوا ان اقبال غادي تنتقم من الزوج ديالها ضياء، وغادي تدخلوا المستشفى الامراض العقليه. طبعا هادشي هذا قبل ما تنفذوا غادي يسمع الخطط ديالها الشريره منير، من بعد ما كانت كتهضر مع الراجل اللي غادي يوجد ليها ملف باش يدخلوه ضياء المستشفى الامراض العقليه من بعد ما مات يمان، وما كاين لا سحر لا حتى شي واحد. يعني بغات تاخذ الاملاك وتاخذ كل شيء، وغادي يسمع هذا الكلام هذا منير اللي غادي يكون مصدوم في الهضره اللي سمع. كتقول اقبال يعني باغا تحيد يمان من الطريق وباغا تدخل الزوج ديالها لمستشفى الامراض العقليه. نشوفوا التفاصيل. اقبال اللي كانت عطات الدواء كيف ما شفنا في الحلقات السابقه، عطات الدواء اللي هو ماشي هو هذاك، كتعطيلو الدواء للضياء باش كتكالميه وتخليه غير غايب وصافي، خصها تسطيه وتردو. حماق ديال بصح. وتما كانت بغات دير خطه ملي عرفت ان يمان مات. صافي قالت صافي انا يمان ميت، فانا دابا غادي نولي سيده القصر. اتصلت بشي ناس وهدرت معاهم وقاتلو بغيتك توجد لي القضيه في اقرب وقت، القضيه ديال الوصيه، باش هي اللي غادي دورت كلشي وكلشي غادي يبقى ليها، لان الزوج ديالها مجنون وخصها تدخلو لمستشفى الامراض العقليه. داك الوقت هي دبرت الامور ديالها وقالت صافي ما سحر ما كاينينش، يوسف ما كاينش، ما كاين حتى شي واحد، بقى غير ضياء صيفطو لمستشفى الامراض العقليه باش تهنى منه. غادي تبقى هي كل شيء عندها، يعني القصر والاملاك ديال يمان والشركه وكل شيء بغات ديرهم، وبغات تخلي يوقع عليها الزوج ديالها. ما حد مازال يعني مازال كيعقل شويه، غادي يوقع عليها الاوراق اللي غادي تاخذ هي كل شيء. وكانت اقبال فرحانه بزاف بهذا الشيء هذا اللي طرا. ضياء كيهضر معها وما قادش مسكين حتى يهضر، كيحاول يهضر ولكن ما كيقدرش لانه ما عندوش الجهد باش يتناقش معها ولا يتجاوب معاها. اقبال كانت فرحانه. ومن بعد غادي نشوفوا اخيرا في المحكمه نشوفوا سعاد اللي كانت عندها الجلسه ديال المحاكمه ديالها. داك الوقت غادي تكون كتستنى يمان يجي باش تعطيه التسجيل الصوتي ديال اقبال. من بعد كانت جالسه وهي متوتره، عاد غادي يقول لها المحامي ديالها ان يمان ما غاديش يكون. تما كانت الصدمه ديالها لانها ما غاديش تقدر توصل ليه داك التسجيل. من بعد غادي نشوفوها كانت خايفه بزاف، ما عرفاش شحال غادي يحكموا عليها. المحامي قال لها ما تخافيش كلشي غادي يدوز. وداك الوقيته غادي نشوفو ان فعلا غادي تكون المحاكمه ديالها. ومن بعد غادي ننتقلوا للغابه اللي غادي يكون يمان مازال كيحاول يخلف، وكذلك يوسف بدا كيقول لهم انا راه عييت وجاني الجوع بزاف، وبدا كيقول له يمان عاود راه هي كاينه واحد الشجره شوف شنو تجيب منها. مهم كان كيحاول يتلفوا باش ما يبقاش بالو معاه ويشوف يمان في داك الحاله. طبعا سحر كانت شاده في يمان كتساعده باش يخلف، وكانوا غاديين مع بعضياتهم. وفي واحد اللحظه غادي نشوفوا ان سليم غادي يوصل للمنزل ديالو فين كاينه سحر، فين كانت سحر يعني فين كانت هي ويمان، وكانوا محبوسين عندهم مسجونين. تما غادي يوصل بسرعه وغادي يبقى يقلب وما غيلقى حتى شي حاجه، لقى الباب مفتوحه. غادي يدخل يشوف سحر فين هي ويمان ويوسف، غادي يلقى ما كاين لا حس ولا اثر ديالهم. ثم تعصب بزاف بقى كيغوت غير بوحدو كيقول لا ما يمكنش فين مشاو راه ما كاينينش البلاصه ديالهم، وبقى هكذاك مقلق وما عرفناش بالضبط علاش تصرف هكذا وكيغوت وكيضرب. مهم بواحد الحاله اللي هي صعيبه. من بعد غادي يقول اكيد انهم غادي يكونوا في الغابه هربانين، ما يمكنش يمن يكون في داك الحاله ويستطيع الهروب. داك الساعه غادي يخرج سليم على برا، غادي يبقى يفكر شنو غيدير، شنو الاتجاه اللي غادي يشد، لان ضروري خصو يمشي يقلب عليهم في الغابه باش يلقاهم. وبدا كيقول للسحر واخا تكوني فوق الارض ولا تحت الارض غادي نلقاك ما غاديش نرتاح حتى غادي نلقاك. داك الوقيته الحاله ديال يمان تزادت بزاف، وداك اللحظه ما بقاش قادر كاع حتى يخلف ولا يتحرك. صافي هو مسكين واقف. واحد اللحظه غادي نشوفوه كيقول لها انا راه دابا ما نقدرش نزيد ولا خطوه وحده. قال لها سيري انتي للشارع، خودي معاك يوسف ومشيو، ما تبقاوش معايا هنايا لانني انا في واحد الحاله صعيبه. المهم شو نقدروا راسكم بعدا نتوما من سليم. وداك الساعه يحن الله انا من بعد نوض ونخرج من هنايا. لكن هي قالت له لا ما يمكنش نخليوك بوحدك هنا في الغابه،
وغادي تبان لينا ان يمن طاح في الارض صافي، ما بقاش قادر يتحكم في راسو، دخل في غيبوبه، فقد الوعي ديالو. غادي نشوفوا المحكمه. من بعد سعاد غنشوفوا الجلسه المحكمه ديالها، غادي يجي القاضي وغادي يحكم عليها، وكانت خايفه بزاف. من بعد ما كاينش اثباتات اللي كتثبت، ما كاينش ادله ثابته في حقها في داكشي كامل اللي طرا. المهم غادي نشوفوا من بعد ما كان القاضي يعني كيقول الحكم ديالو، غادي يعطي لسعاد سنه و4 اشهر. داك الوقت هذاك غادي تكون الصدمه. سعاد تصدمت لان الحكم كان يعني طبعا ماشي سهله انها تبقى سنه وهي كتقول انني ما دايره والو، انا بريئه، انا الاخت ديالي هي سبب هذا الشيء كامل، هي اللي دخلتني في هذه المتاهات. ولكن ما قالت القاضي حتى شي حاجه، ما جبدتش الاخت ديالها. ولكن قال لها القاضي نظرا على انك انتي ما عندكش سوابق، وانك انتي المهم بقى كيقول لها زعما بزاف د الحاجات، يعني انها زعما بريئه وما دايره والو، وما كاينش ادله اللي كتثبت هذا الشيء، ما كاينش حجاج، يعني غيعطيها السراح مؤقت. طبعا هو تحكمت بعام و4 اشهر، ولكن عطاها مادام ما عندهاش سوابق وما كاينش ادله كتثبت هذاك الشيء كامل اللي كاين. المهم عطا ليها سراح مؤقت تخرج في حالها. وتم كانت الفرحه ديالها. في نفس الوقت المحامي يقول لها على السلامه ديالك، لان قالت انا ما فهمتش كيفاش هادشي هذا. قال لها راه غتخرج في حالك، غادي تخرج تشوف الدنيا وتعيش حياتك على برا، ما تبقاش هنايا في السجن. قالت له واش بصح؟ بقات كتبكي بالفرحه ديالها وكتفكر انها غادي تخرج تمشي لعند الاخت ديالها مباشره باش تنتقم منها اشد الانتقام. وكما اظن يعني قريب النهايه ديال اقبال ما بقاش ليها بزاف، لان النهايه ديالها هي الموت. المهم غادي نشوفوا اقبال كانت فرحانه انها غتدخل ضياء المستشفى الامراض العقليه وغتاخذ الفلوس. وتما كانت الباب محلول، ما ردتش ليه الباب هي. ضياء مسكين ناعس حداها تما بحال شي جثه هامده دايره فيه ما بغات. وغادي تشد تليفونها وغادي تتصل بداك الساعه بداك الراجل اللي غتقول له يلا دابا شوف كيفاش تقد الامور ديالك، باش غادي ندخلو صافي وجد الملف ووجد كلشي باش غندخلو ضياء المستشفى الامراض العقليه. تما غادي يبقى، هذيك هي البلاصه ديالو، تما خصو يتعالج، ما عنده ما يبقى يدير هنايا. وانا غندي الاملاك وغادي نولي سيده القصر وغادي يكون كلشي في يديا. طبعا كان كيطلع عليها في صدمه كبيره منير. وفي داك اللحظه غادي نشوفوا انها بقات كتقول لا ميمكنش هادشي هذا، ميمكنش، انا دابا غنولي انا هي كل شيء. يمن مازال مرمي في الغابه. ولكن الصدمه ديال منير ملي سمع الاعترافات وسمع الكلام كامل، يعني كان في واحد الصدمه كبيره ملي عرف الحقيقه ديال اقبال، وعرف انها خصها تدخل يعني ضياء المستشفى الامراض العقليه. بدا كيقول انا مصدوم بزاف، ما سحبليش ان ضياء قادره دير شي حاجه بحال ان اقبال قادره دير شي حاجه بحال هكذا. اما سليم فهو في الغابه كيجري وكيقلب في كل مكان، خصو يعرف التفاصيل ويعرف فين هي سحر، فين هو يمن، واش رجعوا للدار، واش مازالين في الغابه. ما يقطعش الياس ديالو، غادي يبقى غير كيقلب حتى خصو يلقى سحر ويلقى يوسف وكذلك يمن باش يشدهم ويعذبهم ويهرب هو مع سحر. اما يمن فكان كيصارع الموت. وداك الوقت هذاك بقات سحر كتبكي وكتقول له حنايا محتاجين ليك بزاف، ما تمشيش وتخلينا. وهو داك الوقت كان يعني صافي عيا كيتألم، الجرح اللي كان مجروح، يعني داك الدم اللي فيه نزف كامل حتى الوجه ديالو ولا شاحب كيف ما كنشوفوا، لانه كان كيتألم. وداك الوقيته سحر كتبكي، ما صحابلاش ان سليم كيقلب عليهم وغادي يكون قريب عليهم، لانه غادي يبقى يتبع الدم اللي كان كيطيح من يمن. الوقت اللي كان يمن كيمشي كان كيهبط منه بزاف ديال الدم، خصوصا داك الجرح اللي كان عنده في الكرش ديالو. بقى يمن كيتبع اي خطوات ديالو وكيشوف شي بلاصه اللي فيها قطرات ديال الدم، غادي يبقى يتبعهم. وغادي يلقى واحد الحجره، عرف ان يمن كان تما في داك البلاصه، غادي يمشي للشجره، غادي يلقى ان يمن قاص داك البلاصه بيديه يعني فيها الدم. وقال اكيد انهم مازال ينقرب، لان الدم مازال طري، يعني مازال ماشي الدم يعني معقود او يابس،
وإنما صافي وصل داكشي اللي بغا. غادي يبان لينا ان سليم صافي داك الوقيته بدا كيقلب بسرعه، خصو يلقى يمن غادي تحاول تفيقو سحر وتشد فيه، كيقول لها ضروري خصنا نهربو، ضروري خصنا نمشي، وراه يمن راه سليم يقدر يشدنا ونبقاو هنايا، وداك الساعه اكيد غادي نموت. غادي نشوفو باللي يوسف غادي يبقى يقد لهم الطريق شويه بشويه، وهما يعني هو كيقد لهم الطريق باش ما تكونش شي حفره في الغابه، وقتا يعني كيمد داك العكاز وكيشوف واش كاين شي حاجه حتى هو كيصطم، وكيبقاو هكذاك غاديين يعني حتى غادي نشوفوهم انهم غادي يقدروا يتمكنوا من الهروب، يقربوا على برا يعني الجهه فين كاين الشانطي. داك الوقيته سليم غادي يكون كيقول اكيد غادي نلقى سحر، واخا يطرا شنو ما طرا غادي نلقاها من فوق الارض ولا تحت الارض. سحر غادي تكون الزوجه ديالي وهي اللي غادي تكون معايا. وبقات سحر شاده في يمن وكتقول له غير قاوم زيد نخرجوا فحنا للشارع، ما بقاش بزاف باقي غير شويه زيد تحمل. وهو كيحاول انه يتكيل هذاك العكاز ويشد في سحر ويزيد باش يخرجوا على برا. وتما غادي نشوفوا ان يوسف سبقهم هو الاولاني وبان ليهم الشنطي يعني ها هو قريب عليهم. اخيرا غادي نشوفوا الفرحه ديال سحر لان صافي قدروا يتمكنوا من الهروب من سليم. هاد الحاجه هادي يعني داروها زوينه، ويمان صافي قريب يطيح ليها عاود في الارض، يعني ما بقاش قادر يتحمل هادشي كامل اللي كيطرى ليه. من بعد غادي نشوفوا ان سليم مازال كيقلب وكيجري في الغابه وكيقول انا قربت ليهم صافي ما بقاش بزاف. مهم فعلا هو قرب ليهم بزاف بزاف بزاف، يعني ما بقاش شي مسافه بيناتهم. ومن بعد غادي نشوفوا اخيرا يوسف خرج للشانطي وقال لهم ها حنايا خرجنا، واخيرا صافي بقاو كيستناو يعني خصهم اي طوموبيل تكون دايزه، اي عربه، اي دراج، اي حاجه، المهم غير يمشيو فحالهم من هذا المكان قبل ما يجي سليم. داك الوقت هما واقفين تما غادي نشوفوا يوسف كيستنى شي حاجه يعني شي طوموبيل تكون دايزه ولا شاحنه ولا اي حاجه باش يهربوا فحالهم. وداك الوقت سحر كتقول لي مال الحمد لله على سلامتنا ملي خرجنا الشانطي بعدا صافي غادي نمشيو فحالنا من هنايا. وتما غادي تكون الصدمه الكبيره اللي غير متوقعه، هي اللي غادي نشوفوا ان يمان في داك الوقيته بقى كيشوف واحد البلاصه وغادي يسمعو كيعيط عليه، غادي يقول له يمان كريم لي، غادي تدور سحر وغادي يتفاجأ بالوجود ديال سليم، لقاهم وشدهم من جديد يعني لا مفر من الهروب. داك الوقيته غادي نشوفوا يمان جا غير باش يدور يشوف سليم، ولكن ما كيقدرش يعني كيدير المستحيل باش يدور يشوف فيهم. داك الساعه غادي نشوفوا ان سحر بقات مصدومه. يوسف خاف بزاف وقالت سحر اجي عندي يا يوسف ما تخاف من والو، لان شاف السلاح وبقى خايف، بقى مخبي ورا سحر. وسحر شاده في يوسف وشاده في يمان وكيقول لها سحر انت غادي نكون معايا وغادي تكوني الزوجه ديالي، ما غاديش نتخلى عليك ابدا. وهذه يمن هذا ما بقالوش بزاف وغادي يموت. داك الساعه غادي نشوفوا ان يمن ما بقاش قادر يتحمل لانه الوجع اللي فيه يعني متعب بزاف. بقى هكذا كيفكر وغادي نشوفوا ان سليم جاب السلاح وقال له غادي ننهي لك الحياه ديالك، غادي نقتلك وغادي ناخذ معايا سحر، وانت غادي تمشي للمقابر وحنا غادي نعيشوا حياتنا انا وسحر، وغادي يكون معنا حتى يوسف اللي غادي يولي الولد ديالي. يوسف غيولي ولدي وغادي نتعامل معاه معامله زوينه. قال له ولكن النهايه ديالك يا من دابا انت راه جاس راه وصلت. وبقات سحر حشي مجنونه مقلقه بزاف ما عجبش الحال وكتقول له اش هادشي هذا، اش هادشي كنسمع. وداك الوقت غادي نشوفوا الدموع في عينيها وكتقول له عندك تقيس يمان، راه ما غاديش نكون معاك ابدا، واخا يموت يمان ما غاديش نكون معاك ابدا، ما غاديش نعيش معاك. وبقات كتغوت، ولكن سليم قال لهم ادعيش معايا سحر ولا ما دعيش، المهم انت خاصك تموت. ومن بعد ما غادي يجبد عليه داك السلاح وبقى كيقول لسحر انا كنبغيك وباغي نعيش معاك، ولكن ما عمره ما يمكن يكون حب من طرف واحد، ما عمره غادي يكون، ما يمكنش غادي يعيش معاه بالقوه او بالعنف، يعني مستحيل انها غادي تعيش معاه. وغادي نشوفوا ان سليم غادي يجبد السلاح ديالو وفعلا غادي يوجهوا اليمن. المهم غنسمعوا الصوت ديال القرطاس بالشهد تطلق. ثم سحر غوتت وعنقت يمان وكذلك سد على ودنيه يوسف، ما قدرش يسمع داك الصوت، بقى مصدوم صدمه كبيره. ومن بعد يمان غادي نشوفوه كيتألم
طبعا بعد ما كان كيصارع الموت في الغابة، ها هو دابا كيصارع الموت حتى في هذا المكان هذا. سليم داك الوقت كان عاجبو الحال من بعد ما كان نهى الحياة ديال يامان وغادي تبقى ليه السحر. وهنا في هذا المشهد غتنتهي الحلقه ديالنا اللي كانت مليئه بالاحداث والمفاجات. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش التشجيعات ديالكم ليا بلا جيم وبلي كومونتير باش نحط لكم دائما الجديد قبل عرضه على قناه دوزيم ان شاء الله. شكرا لكم على المتابعه، دمتم في رعايه الله وحفظه والى اللقاء.